اللي رجاله كتير مش واخدين بالهم منه خالص، ان اي ست حضرتك بتشوفها وهي مش ملكك مش بتاعتك، انت بتشوفها جميلة الجميلات، قمر القمرات، لمجرد انها مش ملكك مش بتاعتك. وعلشان كده زمان العلماء كان يقول لك ايه؟ كان يقول لك العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. يعني الحاجة اللي انا مش قادر عليها، الحاجة اللي مش بتاعتي مش ملكي، العين بتشوفها على غير حقيقتها خالص. طالما الست دي مش ملكي بشوفها واو خطيرة زي القمر. اول ما امتلكها خلاص كل الستات واحد، لكن قبل كده انا ببقى شايفها قمر وجميلة دي كارثة يا جماعة، كارثة لو انتوا كرجالة مش فاهمين كده، لان انتوا بتمشوا تتفرجوا ومش بتغضوا البصر. فانتوا اول حاجة بتعملوها في نفسكم حاجة اسمها تعذيب للنفس، لان حضرتك مش كل ست هتشوفها في الشارع هتقدر انك تمتلكها، مش كل ست هتشوفها في الشغل ولا في الشارع هتقدر تتجوزها. فانت بتعلق نفسك وبتتفرج على واحدة وهي في النهاية مش ليك، انت بتعذب نفسك وبتقع في حاجة اسمها فخ المقارنات. المقارنة بقى، ده مراتي هتيجي ايه جنبها، دي قمر، ده زميلتي في الشغل عليها برفيوم وعليها جمال ومش عارف ايه. وزي ما قلت لك علشان هي مش ملكك فطبعا هتشوفها خطيرة، وتبدأ تشوف مراتك ولا حاجة جنبها، فتكون النتيجة المقارنة دي ايه؟ انت تفقد متعة الحلال علشان عمال تتفرج على الحرام. خلي بالكوا كلمة شهوة مش عيب، الراجل ده شهواني، الست دي احنا كلنا جوانا شهوة، الشهوة مش عيب خالص، مش حرام خالص. بس المهم انا هستخدمها في ايه؟ هي فطرة ربنا جوانا كلنا، انا مش عيب. بس المهم انا هستخدمها في ايه؟ هستخدمها في الصح هروح اتجوز، ولا هستخدمها في الحرام واروح ازني؟ هستخدمها استخدام يدخلني جنة ولا استخدام يدخلني نار؟ هي دي الفكرة يا جماعة. فخلي بالكم هو مش عيب خالص ان الراجل ده يبقى شهواني او شهوة او بيحب الستات، عادي. بس المهم انا بقدر اتحكم ولا لا؟ انا بقدر اودي نفسي يمين ولا بودي نفسي شمال؟ النهارده للاسف بقى في تساهل في الكلام في النظرات. واحده تخرج من الشغل تقول لزميلها بقول لك ايه، خدني في طريقك. حضرتك كنت قاعده معاه نص ساعه في الطريق انت وهو في عربيته، هتسمعي له جزء من القران؟ هتقولي بقول لك يا حبيبي انت بقيت في الجزء الكام، تعالى لما اسمع لك اشوفك حافظ ولا لا. طبيعي هتتكلموا في كلام وهتوصلوا لحوارات. النهارده بقى في حاجات غريبه، التساهل ده بيوقعنا في الغلط. الشباب النهارده بيقعدوا يعني يتريقوا على بعض، هو انت حاجه و30 سنه وما عملتش علاقه؟ معقوله يا عم؟ هو انت مش راجل ولا ايه؟ هو انتوا بتشجعوا بعض على الحرام؟ الكلام ده لو ما خدناش بالنا منه، لو قعدنا نتفرج ونبص يمين وشمال، اي حاجه محرومين منها هنشوفها خطيره. اعرفوها قاعده، في النهايه الستات واحد والله. فما توقعش نفسك في الحرام عشان عمال تتفرج، لازم تتحكم في نظرك قبل ما يوقعك في الغلط.